ونجموا الناس الاخرين يقولوا لي لا معناها كل واحد كش يراه، يعملوا لي ستاج كل شيء وبعد يفكتوني في الخدمه ان الكونترات نتاعي حاضر كل شيء امورها سايسه ولا لو حالي وبعد توحل فيهم. معناها كي تحب تجي على طريق اجونس امورها واضحه. اما ايطاليا بالنسبه لنا احنا كتوانسه احن بلاد في اوروبا تنجم تقبل فيها التوانسه. مرحبا بك سي نعيم. والله الحمد لله في خير ونعمه. تو عامين واربع ايام. ايطاليا الخير، ايطاليا الشيخات، التفرهيد، العقليه القريبه للعقليه نتاع التونسي، ايطاليا اللي ما تلقاش فيها العنصريه، تنجم تعيش فيها حلم تجي طول ايطاليا، تنجم طول معناها تعيش في وسطهم ويقبلوك وما ثمش معناها حاجه، ما ثماش حاجه غريبه علينا احنا كتوانسه بالنسبه لايطاليا. والله بالنسبه اول ما تجي تحس بالغربة، بعيد على دارك، بعيد على صغارك، بعيد على عائلتك، بوك امك. بعد بشوي بحكم توا تلاقي الناس شعبيين، ناس معناها تدخل في جوهم ويدخلوا في جوك، رغم ديما تبقى المكانة نتاع عائلتك تبقى ديما موجودة، وتبقى ديما في الأعياد والمناسبات تحس هيك بشوية غربة. إلا أنها معناها إيطاليا مش بعيدة، إيطاليا ساعة ونص. إيطاليا بالنسبة لنا هناك توزرية. إيطاليا ميلانو كرتاج ساعة و5 دراج، مطار كرتاج توزر سبع سوايع. معناها إيطاليا أقرب من تونس بتوزر. شوف بالنسبة لدومين الصحة في إيطاليا ثم حاجات إيجابية وحاجات سلبية. بالنسبة لنا احنا كممرضين، احنا من اللي جينا لهنا تأكدنا من الكفاءة نتاع الممرضين التوانسة في إيطاليا. ما نحكيش على أطباء وما نحكيش على شي النيفو نخدم في إيطاليا لهنا. لاحظت أن النيفو نتاع الانفيرميي التونسي يتجاوز حتى النيفو نتاع طبيب طلياني. ما نحكيش على طبيب تونسي مقارنة بالطبيب طلياني. أما بالنسبة للفرامل التوانسة ونحطك يطبق الورد. كمل اليوم من المؤسسة هذه غدوة طول يخدم في مؤسسة أخرى. مطلوبين ديما ثم مونك معناها نتاع فرامل، يحبوا طالبين الفرامل التوانسة حاجة بركة هم يحبوا عليها. ننصح بها التوانسة الكل معناها سواء كان حارق ولا جايب أمور قانونية. راهي أهم حاجة باش تجي لإيطاليا اللغة، أهم شيء بدرجة أولى. يلزمك تكون عندك اللغة، بعد يلزمك تكون عندك على الأقل دبلوم، معناها تعود عندك صنعة في يديك، والصنعة ثانية يلزمك عندك فيها دبلوم معناها عامل تكوين مهني، قاري عليها حاجة. ما تجيش هكاك. علاش أي واحد عنده شهادته وعنده اللغة راهو الناس تبدأ تفاف عليه، علاش ما عندهمش الوقت باش يعلموك ولا باش يعلموك لغة ولا باش يعلموك صنعة. أما احنا بثلاثة توا، والثلاثة هذوما بقدرنا بسمعتنا بزملائنا كل يشهدوا بالكفاءة نتاعنا، المديرة العرف الكبير نتاع الكلينيك وكل يشهدوا بكفاءة. وهذا يرجع الفضل ديما يلزمني نجبد حاجة كيما هيك، يرجع بالفضل اللاجونس اللي جينا من خلالها، لاجونس ليلياس اكاديمي تاع سي علي فدو، اللي هو ننصح كل واحد يخمم باش يجي يخدم في ايطاليا يتصل بالاجونس هذه. علاش يراهم ناس يخدموا لك امورك الكل. انا وقت اللي جيت طياره خالصه، اوراقي كل مريقله، جيت عملت شهر كامل في اوتيل، يزيد يقروني لغه، يعملوا لي ستاج كل شيء وبعد يفكتوني في الخدمه ان الكونترات نتاعي حاضر كل شيء امورها 5 معناها كي تحب تجي على طريق اجونس امورها واضحه كيما ليلياس اكاديمي ولا لوح عليه. الحلم اي تونسي اوروبا اللي هنا عندها هدف وحيد، سواء معناها بالنسبه للمعرسين انها اول حاجه يجيب عائلته باش يضمن مستقبل صغاره. علاش بصراحه كي تحب تحكي معناها مستقبل صغار راهو تحكيها بالفم والملاء. بالنسبه لاي تونسي يجي لهنا، بالنسبه لي انا نحكي على روحي، انا عائلتي خليتها في تونس. انا صفه خاصه ونحكي بصفه عامه. بصفه عامه اي واحد يجي لهنا اول حاجه يعمل ريكونجونجامينتو فاميلياري. ريكونجونجامينتو فاميلياري هو التقريب العائلي. تعيش في اوروبا لهنا يلزمك تخطط، راهو مش بالضروره انك تجيب صغارك وتجيب عائلتك وبعد توحل فيهم. انا واش عملت؟ عندي عائلتي مدام نتاعي تخدم على روحها، صغاري يقروا على رواحهم، انا باش نعمل تقريب عائلي اللي هو لم الشمل على اساس باش نجيبهم في لي فاكون. انا باش نكمل صغاري باش نكمل يقريهم في تونس. من بعد شنو يلزمك تتوجه تعمل شوي توجيه لقرايه صغارك، تشوفوا شنو السوق المطلوبه اللي هنا. السوق وش هي بالضبط؟ كيما مثلا نخموا في ميديسين، في ليزانفيرمي، في الصنعه، في اللي عندهم صنعه، في كذا، هذوما مطلوبين في ايطاليا.
يلزمني انا نخدم على صغاري يجوا معناها باش نجيبهم ونعمل لهم اوراقهم، اما من بعد باش يعيشوا بعد ما يكملوا قرايتهم، كي يكملوا قرايتهم يجوا لهنا يعيشوا، نحضر لهم امورهم الكل، يجوا يعيشوا لهنا بالشهاده اللي يجوا بها في تونس، ومن خلال الشهاده اللي يجيبوهم في تونس يزيدوا هم يقروا. علاش في ايطاليا التعليم في ايطاليا ما يفاش في ايطاليا التعليم، معناها انا فيرم لي تو غدوه نمشي نعمل انسكريبسيون في جامعه، نمشي نقرا نخرج نكمل الميديسين. هذه ايطاليا معناها ما عندكش حدود في القرايه، التعليم وما عندكش حدود في الافاق المستقبليه وغيرها. نحب ناكد ان ايطاليا احن بلاد بالنسبه لي احنا كتوانسه، ونجموا الناس الاخرين يقولوا لي لا معناها كل واحد كش يراك، اما ايطاليا بالنسبه لنا احنا كتوانسه احن بلاد في اوروبا تنجم تقبل فيها التوانسه. نحب نعرفكم على زميلي، هذا حسام الفالح، هذا من ولايه المستير، نهار اللي جينا من معتمديه الزرمدين بصفه خاصه. وحسام هذا من اول نهار جينا فيه مع بعض، من اول نهار كبنا في الطياره جينا مع بعضنا، وعندنا ما نعرفوش بعضنا، عرفنا في المطار. اما كي هبطنا في مطار مالبينسا ميلانو، كي هبطنا مع بعضنا ما فقنا ببعضنا، كي ركبنا في نفس الكرهبه اللي هزتنا للوتيل. عملنا ستاج مع بعضنا، من الظهر ان الزوز زيد جو مع بعض، وسكننا مع بعضنا وخدمنا في نفس الكلينيك مع بعضنا. حسام ما هواش خو اكثر من الخو، انا وحسام انا انسان واحد، معناها اللي عندي عنده واللي عندها عندي. شفت منك الخير تلقى واحد يعوض لك حاجه اسمها اخوك الكبير، راك مش تتبعه من هو يسمى خويا الصغير، علاش يصغر مني انا نفوتها برشا صغير مني. ماشيين بالباهي الحمد لله، بمعنى ماشيين بالباهي. راني انا خويا الصغير، عندي الوالده حتى كي تقلق مني تكلمه، وهو كي خويا الكبير، كي ينصحني يلزمني نتبع، ما فماش. عندكش كلمة تحب تقولها لها قدام الجمهور؟ ما نحكي معها وحدي يعني. لا ما يسالش خاطر الجمهور. مرحبا بك سي نزار. وشوف هذا في وجهه وقولها له. مرحبا بك سي نزار. شعبي ولا حاجة. لا ولا خويا مرحبا بك سي نزار. مازال احساس نحاوس نشوف، نحكي ونقيس حكايات الغربة والناس اللي تغيس، عنحوس وين ما نعدي كل بلاد في